1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. اصلا هو الرسم على السيارات مو تزيين السيارات، تزيين السيارات يختلف، اضافات او تزيين غير الرسم، هذا فن وحده معزول هو الرسم على السيارات واللي اسمه اير برش. صار عليه طلب من ضمن الشباب طبعا ومن ضمن الجروبات اللي هم عندهم سيارات السبورت، حصريا الشباب اللي هم يرغبون السياره السبورت فقط، وهي اللي يعني يلوق لها هذا الرسم، وهذا اللي من ضمنها يصير كامارو، تشارجر، موستانج، اكو سياره 4 عبوب يسووها سبورت. البنات يعني نادره، يعني تعرف البنيه راح تصير معروفه بالشارع انه هاي الرسمه راح تتميز البنيه، فدائما فشي قليل. البنات، الشباب اكثر، الشباب يحب يتميز اكثر، تقريبا من ال 25,000 ل 300,000 هيك شيء، حسب الدقه. يعني مثلا انه هيك رسمه بها تفاصيل اكثر، هيك رسمه بها تفاصيل اكثر اكيد تكلف اكثر، حسب الوانها، حسب المواد اللي نستخدمها. دائما ناخذها من فيلم او كرتون او لقطه فد صوره من داخله او هيك. دائما اكون مميز بين اقراني واصدقائي، احب انه سيارتي تكون مميزه ومفضله. كجماليه مثل ما اهتم بنفسي، اهتم ببيتي، اهتم بوضعي، هاي شيء من حياتي، سيارتي هي شيء يخصني. يعني يجوز بالشهر مره، يجوز بالشهر 10 مرات، بالشهر 5 مرات، حسب الفكره اللي تجيني واللي يشتغل لي السياره انه اطرح عليه الفكره انه يشتغل اياها كفكره ما حدا مسويها، رسم بالايد وفكره كلش حلوه. اكثر شيء احبه بسيارتي واللي هي الوحيده المميزه بهالرسمه هذه انه موجوده بالعراق او بشكل عام بالكره الارضيه ماكو هيك رسمه على سياره، اكو زينه عن زينه تختلف. فكل الشغلات اللي بيها تصير شغلات سبورت تجذب البنات بشكل عام. يعني اكثر الاحيان بالشارع انا يعني اشوف البنات تنعجب بالسياره كترتيب، كشغلات سبورت، بودي كيت، الرسم، يعني الصوت، السيستم اكزوز، يعني كل هذه الشغلات تجذب الناس بشكل عام يعني.